السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، اليوم غندويو على القضية ديال حسين الرحيمي والعين الإماراتي مع نادي الرجاء الرياضي، وغادي نشوفوا إحدى الانتدابات الجديدة اللي دارت نادي الرجاء الرياضي وعلى اللعابة اللي حاولت تقنعهم باش يبقاو في نادي الرجاء الرياضي. إخوان، حسب التصريح ديال رئيس الرجاء الرياضي اللي قال أن الجامعة غلطات باش عطات ترخيص النادي العين الإماراتي، حيث باقي كيجمعنا العقد مع اللاعب حسين الرحيمي إلى غاية 30 فهاد الشهر 6، وكنسينو الموسم ينتهي وأن دوري التميز مازال مسالة. وقال رئيس الرجاء الرياضي حاولنا نحلو المشكل معهم حبيا وعطاونا وعود، وانا شخصيا ما قدرتش نتحمل المسؤوليه ديالها. باش ناخذ وعد شفوي بحال هاد الوعود خاص تكون كتابيه، حيت نقدر نكون اليوم وغدا ما نكونش، وهذا هو الاشكال اللي واقع مع نادي العين الاماراتي. وقال ان الجامعه صلحت الخطا ديالها، لغات الترخيص لتسليم نادي العين باش انه اللاعب حسين الرحيمي يكون مؤهل، وختم بكلمه لحم الرجاء مر ما كيتكالش بسهوله. دابا غندويو على اخر انتدابات واللاعبين اللي قدرت تحافظ عليهم الرجاء الرياضي. اخوان، الرجاء الرياضي كيعلن على واحد الصفقه جديده اللي بطلب من المدرب سعد الشابي، وهذا اللاعب هو النيجيري موسيس اوركوما. كنتمنى نكون نطقتها مزيان، اللي كينضم الى الرجاء الرياضي قادما من الاتحاد المونستيري، اللي غادي يعزز خط الوسط الدفاعي بخبرته وقوته البدنيه. وهذا هو ثاني انتداب لرجاء الرياضي من بعد العودة ديال بدر بانون. دابا غنشوفوا اللاعبين اللي قدروا يجدوا مع فريق الرجاء الرياضي، ورسميا تم التجديد مع اللاعب بولكسوت واللاعب بوغرين إلى غاية 2027، في انتظار الإعلان الرسمي الجديد مع آدم النفاتي. في الأخير ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة الصفحة لكي يصلكم جديد الكرة المغربية والعالمية، وشكرا.